صباح آخر من صباحات ديالى المشرقة، صباح مفعم بالأمل. نأخذكم أعزائي المشاهدين بتغطية خاصة عن بدء العام الدراسي الجديد في جامعة ديالى. صباح الخير شباب، شلون الصحة عيني؟ طبعا احنا نحب نهنيكم بداية العام الدراسي الجديد، وجايين نشوف انطباعاتكم وننقل تهانيكم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. مبارك بداية العام الدراسي للطلبة، وإن شاء الله التوفيق للجميع والنجاح يا رب. مبارك لجميع الطلبة بداية العام الدراسي الجديد إن شاء الله، ونهنيهم ويشدون حيلهم، موفقية والتخرج وتعيين أكيد. طبعا مبارك للطلاب العام الدراسي الجديد، ونهنيهم على بداية السنة الجديدة، وإن شاء الله التوفيق لهم والنجاح والتخرج، وإن شاء الله بعد التخرج يكون أكو تعيين إن شاء الله. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، أهني الطلبة بالعام الدراسي الجديد، وإن شاء الله يكون عام مثابرة ونشاط وتفوق بكل المواد. أعزائي المشاهدين، نلتقي بعدد من الطلاب لمعرفة استعداداتهم للعام الدراسي الجديد. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واستعداداتنا للعام الدراسي الجديد إن شاء الله المعنويات زينة والأمور زينة، والأساتذة والدكاترة هم متعاونين ويانا، والكادر موجود ومتكامل. الخدمات اللي مقدمة من قبل الكلية، والله الخدمات المتقدمة من قبل الكلية زينة إن شاء الله والحمد لله. من بداية العام الدراسي الجديد هم همنا متهيئين قبل بأسبوع همنا، والوضع زين والحمد لله والشكر. والله إن شاء الله الحمد لله مستعدين للدوام، وإن شاء الله سيرت الأمور كلها زينة، وإن شاء الله الله يوفق الجميع، والأساتذة متكاملين ومحاضرات موجودة. بقى بس على الطلاب إن شاء الله الدوام، وإن شاء الله يثبت كل شيء. شكرا جزيلا. شكرا شباب. أعزائي المشاهدين، نلتقي بمجموعة أخرى من الطلاب ليتكلموا لنا عن بدء العام الدراسي الجديد، فكونوا معنا. صباح النور. والله بدأنا بالعام الدراسي الجديد، وعام دراسي إن شاء الله جيد بالنسبة للطلاب، ونتأمل مستقبل مشرق لهذا الطلاب. أي نعم، بدينا ناخذ المحاضرات. أي نعم أخذنا. أي نعم كادر تدريسي متكامل، محاضرات رئيس الأقسام موزع والجداول على جميع الطرق. شكرا جزيلا. شكرا. والله بحقيقة الأمر يعني المشاعر جيدة ودوام ممتاز يعني، وطبعا أرحب بالزملاء اللي كانوا خاصة المرحلة الأولى باعتبارنا مرحلة ثانية يعني هنا، ويعني دوام حلو ومرتب وترتيب جيد وانتظام بالمحاضرات يعني. بداية عام دراسي جديد في شيء حلو، شفنا أصدقائنا أصحابنا بعد كان بعد طويل يعني 3-4 أشهر، هسه من كان تمت أحبابنا، وهذه وإن شاء الله محاضرات ناخذ مستمر يعني وقت بوقته، والتطبيق ازاي ان شاء الله يجيبون يعني يجيب كتاب بيه وان شاء الله نطبقه. وهذه احب اهني صديقاتي بمناسبه العام الدراسي الجديد، واتمنى لهم الموفقيه، وانا كنت كلش مشاقه لهم بالعطله، واتمنى لهم ان شاء الله يا ربي النجاح وعام دراسي جديد. أحب أهني صديقاتي والزملاء بمناسبة العام الدراسي الجديد، وأتمنى لهم عام دراسي مليء بالمعرفة. كانت معكم عدسة الجامعية في تغطية خاصة عن بدء العام الدراسي الجديد في جامعة ديالى لقناة الجامعية الفضائية. علاء الأمين، ديالى.